يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم في ابداعات زوزة. ان شاء الله جمعة مباركة علينا جميعا. وطبعا ما بيحلى الصباح الا بكاسة النسكافيه او كاسة الكابتشينو مع الاهل والاحباب. ويسعد كل اوقاتكم. طبعا انا واختي رورو بنشرب النسكافيه او الكابتشينو مع بعض. هاي جبت المج جنبي عشان اصور لكم اياه. يا رب كل احلامكم كل امنياتكم تتحقق بهذا اليوم المبارك. اليوم رح نعمل الدجاج الحراري. عنا دجاجتين، كل دجاجة حوالي كيلو 600 جرام. وماما الله يرضى عليها بلشت دقت الزيتون الاسود وحطت الملح عليه وسبته شوي. هي بتطلع المرار اللي فيه. تمام، هي بتحرك الملح. هذه طريقة سريعة لما بدكم تاكلوا الزيتون الأسود بسرعة. وهون جهزنا لخلطة الدجاج الحراري. حطينا قرن فلفل وحطينا بصلة كبيرة، طبعا حسب الكمية. احنا عنا دجاجتين فبدنا خلطة يعني كتيرة إلها. انتوا فيكم تقللوا أو تزيدوا. بصلة كبيرة قطعناها جوانح. كل الخلطة رح نضربها على الكبة مثل ما انتم شايفين. وحطينا حوالي نص راس من الثوم، طبعا الثوم لا ما فيش بديل عليها، وحبة من البندورة الحمراء. فيكم تزيدوا كمية الخلطة بناء على كمية الدجاج المتاح عندكم. وين رايحين؟ لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بالقناة، كتير اشتقت لكم. هون حطينا معلقتين وربع من مشهيات الطعام، تعطيها كتير طعم خرافي وفيها كتير نكهات رهيبة رهيبة. طبعا إلي فترة ما عملت لكم وصفات، فيلا فعلوا لي زر الجرس والاشتراك ليصلكم كل جديد. هون حطينا معلقتين كبار من زيت الزيتون، فيكم تستغنوا عنهم تحطوا زيت قلي. وضربناها اضرب بالكبة لما نعمت صارت ناعمة. وهيك شكلها بعد ما احنا ما كترنا بهارات، بس نسينا نحط فلفل اسود، كانت ماما حطت ونسيت. رح ندهن الدجاج، رح ندهن الدجاج كلياته من جوا ومن برا بالخلطة كلها. ودهنا الدجاج من جوا. التتبيلة هذه رهيبة وللمناسبات والعزايم رح تشرفكم على الأكيد. شوفوا ما شاء الله. طبعا نخزنا أو عملنا فتحات بالصدر حتى لأنه الدجاج كبير، يعني كل دجاجة حوالي كيلو 600 جرام. وهي ماما بتحط الحشوة في الدجاجة من جوا من الصدر عشان تاخد طعم التتبيلة. سهلة وسريعة وحتشرفكم، رهيبة، طعم خيال يعني. وهون رح نجهز للحشوة الدجاج. عنا كمية من البصل، كمية من الجزر، وكمية من البطاطا. رح نقطعها كلها مكعبات وسط، مش كبيرة ولا صغيرة. صغيرة عشان ما تدوبش، وكبيرة ممكن ما تستويش، فبتحطي انت القطعة تاعتها وسط. وجربوا تتبيلة الحشوة رح تعجبكم. هون بلشت امي تقطع بالخضار مكعبات عشوائية، مكعبات عادية اللي بدكم اياه. وهون طبعا بعد ما قطعناهم بدنا نبلش نبهر فيهم. شوفوا شو رح نحط على التتبيلة. اول شغلة شوية من الملح، شوية من الفلفل الاسود، شوية من مشهيات الطعام، ورح نحط كمان معلقة من الفلفل الأحمر المخروط. ما بعرف شو في بلدانكم بتسموه، بس هو اسمه فلفل أخضر مخروط. وهنا كمان رشة من ورق الزعتر الأوريجانو. ورق الزعتر كتير بيعطيه طعم. وهون معلقة من الفلفل المخروط، هي ورجيناكم إياه، بعرف شو اسمه، مش موجود في بلدكم بتحطوا بودرة. ورشة من الليمون. طبعا هذه التتبيلة خرافية، يعني اللي داقها أدمنها من كتر ما هي طيبة. ولا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك، بدنا هذا الفيديو يصل ل كتير 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 مشتركين. اني زمان ما ابهرتكم بابداعاتي.
هون راح نحط من الخلطة الخاصة بالدجاج على الحشوة اللي جوا، بس معلقة هيك أو معلقتين صغار، بيعطيها طعم هيك خرافي. وهين أنا بندعك الخلطة منيح 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 حتى تتجانس. طبعا حنخلطها منيح 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 ونشوف الخطوة اللي بعدها. هلا راح نبلش نحشي الدجاجة. هون ماما كمان حطت شوية من البهار على الدجاج من المشهيات عشان يعطي اللون الحلو. لو عندكم بابريكا حطوا بابريكا. وهون حشت الدجاج وسكرناه بنكشات الأسنان أو بالخياطة زي ما بتحبوا، بس النكشات يعني أسرع. طبعا بنضم الدجاجة من فوق من تحت وبناخذ من النكاشة. تمام هيك. يا سلام على الروايح، مليان المطبخ. وهون راح نحط الدجاج بالكيس الحراري لمدة 1.5 ساعة حتى يستوي تماما. وحنحط شوية كمان من الحشوة بالكيس. طبعا كل ما زودنا البصل كل ما كان احسن، عشان البصل بينزل المية اللي فيه وبيعطي سوائل. الصوص اساسا اللي بيكون بالحراري من اطيب الصوصات الموجودة في الكوكب، فلا تنسوا تجربوها وتدعولي لانها اكلة خرافية حرفيا تعدت مرحلة اللذاذة. طبعا هيك بدنا نسكر الكيس الحراري وبدنا نحطه بالصينية. هون حنحط اول كيس وبعدين حنحط تاني كيس. طبعا لا تنسوا تنخزوا الكيس عشان الهواء يعني عشان يستوي. وهون بعد ما زبطت الزيتون، حطت عليه الملح، حطت الفلفل الأحمر وزيت الزيتون وشرايح الليمون، وحطينا طبعا بمرتبنات وسبناه. هون بعد ما تحمر الدجاج ما شاء الله لونه تحفة ورائع ومستوي تماما دايب دوب. لا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك. وهيك النتيجة النهائية للدجاج بعد ما طلع من الفرن ودايب دوب مثل ما انتم شايفين. لا تنسوا حبايبي تعملوا لي لايك واشتراك بالقناة. انا بكبر فيكم، يعطيكم الف عافية، وان شاء الله منتظرة كل تجاربكم ومنتظرة كل ابداعاتكم الحلوة. واعملوا لنا لايكات واشتراك وشاركوا الفيديو مع الأحباب.